السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا، كنت بنضف الفراخ ولقيت فيها حاجة غريبة. انتظرونا في الفيديو الكبير على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعاتكم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم. قولوا آمين، لعل نكون تحت الأرض وحد يدعي بنفس الدعوة وربنا يغفر لنا ويرحمنا. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف معانا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في فيديو الشورتس انا كنت مكبره الصوره عشان اوريها لكم انني لقيت حاجه غريبه في الفرخ. انا كنت بنضف الفراخ وطلعت منها كميه بيض ما شاء الله، بس الحاجه اللي لفتت نظري في فرخه من الفرخات، يعني دوت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما اعرفش الشرقه ديت، الحمد لله. دول من 3 فرخات كنت بنضفهم، ودي بقى لقيتها في الفرخة الرابعة. شوفوا، سبحان الله، سبحان الله العظيم. أصغر بيضة فرخة في العالم كله. شوفوا اهي، صغيرة جدا. بس أنا في فيديو شورتس أنا كنت مكبرة الصورة علشان تبان كبيرة. بس شوفوا، سبحان الله، قادر على كل شيء. أصغر بيضة فرخة، سبحان الله. بس وانا بطلعها، بعد ما طلعتها هي وقعت وانا بحطها على في الطبق، اتخبطت وانكسرت الحتة دي. شوفوا، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود الأيام عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، ورمضان كريم علينا جميعا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. ادعوا في الأيام ديت وربنا يرفع عنا البلاء والغلاء ويهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. وبالمناسبة يا جماعة، شوفوا يعني أقول لكم إيه، أي دار أيتام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مش عارفة حكاية الشرقة معايا النهاردة. شوفوا، دار أيتام تكون جنبكم، بيبقوا محتاجين حاجات كتير. الأطفال، انتوا عارفين الغلا اللي احنا فيه دوت، وربنا يلطف بالجميع. وتصدقوا، الصدقة داوم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. واللي يقدر على أي حاجة يعملها يا جماعة. يشوف حد جنبه محتاج حاجة في الحي اللي هو فيه، في المنطقة اللي هي فيها. وده كمان يعني نداء لكل أصحاب القنوات الكبيرة اللي بيعملوا تحديات في الأكل. بدل ما تعملوا تحديات في الأكل وتقعدوا تاكلوا كتير انتوا وأولادكم، والله أعلم بعد كده ممكن تقوموا تكونوا بترجعوه. يعني أسفة في اللفظ، إن انتوا بتقوموا ترجعوه بعد كده من كمية الأكل اللي انتوا بتاكلوها. اعملوا تحديات في الخير، هاتوا له الأكل دوت وغلفوه، وروحوا انزلوا شوفوا الناس اللي محتاجة. احنا في زمن صعب، ومش هيقعد لنا إلا الكلمة الطيبة والعمل الصالح. وربنا يسترها ويعدي الأيام ده على خير على الجميع يا رب العالمين. يا رب استرها على الجميع يا رب العالمين. وتاني بكرر النداء لكل قنوات تحديات الأكل: الله يجازيكم خير. الأكل اللي بتاكلوه دوت بدل ما تاكلوه
غلفوا بعتوا لناس محتاجة، اللي جنبها دار أيتام، اللي جنبها دار مسنين تشوف. جزاكم الله كل خير. ودي الحاجة الوحيدة اللي هتقعد لنا وهناخدها معانا القبر. القبر الكفن ملهوش جيوب، والقبر شبر، يعني مش هتاخدي لا فلوس ولا بيوت ولا أي حاجة، مش هتاخدي إلا العمل الصالح والكلمة الطيبة. والعمل الصالح ده ما يظهرش إلا في وقت الشدة اللي احنا فيها دلوقتي، وربنا يرحمنا برحمته، اللي يقدر على حاجة يعملها. الله يصلح حال الجميع يا رب العالمين، ويوفقكم لما فيه الخير يا رب. يا رب ويسترها على الجميع، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.